أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال، واستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف إقدا تحلى المسامع بخلاه، واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المخترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الذرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى ناسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا قد سداد وفخار أنت فيه اليتيمات العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أوردني الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه
hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnal ismi tarakus sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi saratun saranurun nubuwati fi asari ghurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalibi wa ibnihi abdillah atirillahumma qabrahul karim bi'arafin syadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma arada Allah ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyyah wa izharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminataz zuhriyah wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah wa saba kullu sabbin li hububi nasimi sabah wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa ayna'ati thimaru wa adana syajaru lil jani janah wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li quraisyin bifisahil alsunil arabiyyah wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah wa tabasharat uhushul masyariqi wal magharibi wa dawabbuhal bahriyah wahtasatil awalimu minas sururi wahtasatil awalimu minas sururi ka'sahumayyah wa busyiratil jinnu bi izlali zamanihi wa tuhikatil kahanatu wa rahibatir ruhbaniyah walahija bi khabarihi kullu hibarin khabirin wa fi hula husnihi ta
وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وآتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وهق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية
فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سدده وعلاه، ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية، وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية، فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه، وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية، ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السر بيد القدرة الإلهية، طيبا دهينا مكهولة بكل العنانة عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سويا، وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزينت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه شروان سمكه وسواه وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه وغاضت بحيرة ساوة وكانت بين همذان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجئ السجاج ينابيعها تلك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقأ للظمآن لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعضد سجره ولا يختلى خلاه
واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية، والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرام وحماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى، فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حافية، وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصيلة وكسوة هي بها حرية، إلى أن أورد هيكلها رائد المنون والضريح وواراه. قيل على دين قومها الفئة الجاهلية، قيل على دين قومها الفئة الجاهلية، وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن منده وحكاه. ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية، وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه، فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية، ودر ثديها بدر در لبنه اليمين منها ولبن الآخر أخاه. وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية، وسمنت الشارف لديها والشياه، وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية. وطرز السعد برد عيشها الهني ووشاه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية الربانية. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية الربانية. فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزال منه هز الشيطان وبالثلج غسلا وملآه حكمة ومعاني إيمانية. ثم خاطاه بخاتم النبوة ختما ووزناه فرجها ب1000 من أمته الأمة الخيرية. ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صباه. ثم ردته صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير سخية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشاه. ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الوضية فحباها من حبائه الوافر بهباه. وقدمت عليه يوم هنين فقام إليها وأخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره وناداه. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية. وقد عدها ما في الصحابة جمع من ثقات الرواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافتها بالأبواء أو بشعب الهجون الوفاء.
فحملته حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقيه وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ لمن وقره ووالاه ولم تشك في صباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثيرا ما غدا فاغتذى بماء زمزم فأشبعه وأرواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبي عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر أمه
مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما عناه فنزل تحت شجرة لدى صومعة نستورا راهب نصرانيا فعرفه الراهب إذ مال إليه ظلها الوارف وآواه وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه ثم قال لميسرة أفي عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق على لديه ما ظنه فيه وتوخاه وقال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أضلاه
وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأودعه لديه من الوصية وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونما فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه فخطبته لنفسها لتشم من الإيمان به طيب ريان فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهواه وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد سنية وقال هو والله له نبأ عظيم يحمد فيه مسراه فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة للانصداعها بالسيول الأبطحية وتنازعوا في رفع الحجر الأسود فكل أراد رفعه وعزم القيل والقال وتآلفوا على القتال وقويت العصابية ثم تداعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأناه فحكم بتحكيم أول داخل من باب السدنة الشيبية فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الآمين وكلنا نقبله ونرضاه فأخبروه بأنهم رضوا أن يكون صاحب الحكم في هذا الملم ووليا فوضع الحجر في ثوب ثم أمر أن ترفعه القبائل جميعا إلى مرتقاه فرفعوا إلى مقره من ركنها تلك البنية ووضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في موضعه الآن وبناه ولما كمل صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال ذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية
بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة وودئ إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجالية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح أضاء سنا وإنما ابتدئ بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بهراء الليالي وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بهراء الليالي العددية إلى أن أتاه في صريح الحق ووافاه وذلك في يوم الاثنين ل17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وثم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8 من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محياه فقال له اقرأ فأبى فغضه غضة قوية ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغضاه ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقى ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاقها تلك النفحات الشاذية ثم أنزلت علي يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعا
عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة التي ثبت الله فيها قلبه ووقاه، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية، وأولاه مولاه أبو بكر من الإطق ما أولاه. ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق وسقاه. وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزلت عليه فاصدع بما تؤمر، فهجر بدعاء الخلق إلى الله، ولم يبعد منه قومه حتى عاب آلهتهم، وأمر برفض ما سوى الوحدانية، فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذاه. واشتد على المسلمين البلاء، فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية، وحجب عليهم عمه أبو طالب، فهابه كل من القوم وتحاماه. وفرض عليه قيام بعض من الساعات الليلية، ثم نسخ بقوله تعالى: فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية، ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسراه. ومات أبو طالب
في نصف شوال من عاشر البعثة وعظمت بموته الرزية وتلته خديجة بعد 3 أيام وشد البلاء على المسلمين وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة وأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بذيئة ورموه بالحجارة حتى خصبت بالدماء نعلاه ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة هزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية وأُرِجَ به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار ورأى في الثانية عيسى ابن مريم البتول البرة التقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال صباه ورأى في الثالثة يوسف بصورته الجمالية
وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه. وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية. وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه. وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية وحفظه من نار نمرود وعافاه. ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافأة الذي قربه الله فيه وأدناه. وأماط له وجوب الأنوار الجلالية وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه. وبسط له بسط الإدلال في المجال الذاتية وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى 5 عملية ولها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضاه. ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمسراه. وكل ذي عقل وروية وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عرض
نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه وحج منهم في القبائل 12 رجلا وبايعوا بيعة حقية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه وقدم عليه في العام 73 أو 3 أو 5 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جهة سراه فهاجرا إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناواه وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فركبه المشركون ليوردوه بزعمهم خياض المنية فخرج عليهم ونثر على رؤسهم التراب وحساه وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية وأقام فيه 3 تحمي الحمائم والعناكب حيمان ثم خرج منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مطية وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه فساخت قوائم يعبو به في الأرض الصلبة القوية وسأله الأمان فمنحه إياه عطر اللهم
قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على معبد الخزاعية وأراد ابتياع لحم أو لبن منها فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حواه فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه فدرس فحلب وسقى كلا من القوم وأرواه ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه وقال أنى لك هذا ولا حلوب بالبيت قبض بقطرة لبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعناه فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل آلية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه وداناه
وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقواه وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أهدب الأشفار قد منها الزججها جباه مفلج الأسنان واسع الفم حسنا واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعض حديداب حسن العرنين أقناه بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العكب كالثلية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية ويتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقاه وكان يصافي المصافي بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة أبهرية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصبية
yatala'la'u wajhuhu syarifu tala'lu'al qamari fi lailatil badriyah yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu wala basharun yara Attirillahumma qabrahul karim bi'arafin syadim min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahu al-faqru wa wa yaqbalul ma'dzirata wa la yuqabilu ahadan bima yukrahu wa yamshi ma'al armalati wa dhawil ubudiyah wa la yahabul muluka wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yarda wa yarda liridha wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu zuhri lil malaikati ruhaniyah wa yarkabul ba'ira wal farsa wal baghlata wa himaran ba'dul muluki ilaihi ahda wa ya'sibu ala batnihi al-hajar min al-ju'i wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyyah wa rawadathul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa abaa wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillul lagwa wa yabda'u man laqiyahu bis salam wa yudilu as-salata wa yaqsuru al-khutbah al-jumu'iyyah wa yata'allafu ahla asy-syarafi wa yukrimu ahla al-fadli wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqan yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yardah wa huna waqafa bina jawadul maqali anil tiradil fil halbatil bayaniyah
وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهاه وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه